بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله في هذا الجمع الطيب. وخير ما نبدأ به مع خير الكلام آيات عطرة يلقيها الأخ عادل جلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. كان له قدم السبق بين الحراكات المنادية بالإصلاح والحرية وكرامة الإنسان في بلادنا في الوقت الذي عزت فيه هذه المبادئ على أهلها. إذ يرحب بكم جميعا فإنه باسمه وباسمكم يرحب بالإخوة الأحرار والذين قضوا فترة من الزمن في سجون العار لا لذنب اقترفوه وإنما لأنهم نادوا بالحرية والكرامة وتطهير البلاد من مغتصبي حرية الإنسان وكرامته. فأهلا بكم جميعا. والآن مع كلمة التجمع يلقيها الأخ الكبير رئيس وبال التجمع الأستاذ الفاضل زيد سليمان الروافنة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الكرام ضيوفنا وأحبتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحتكرون الجلوس على ناصية القلب احتراما وحبا، وتعجز الكلمات أن تصف ما يختلج به الفؤاد من ثناء وإعجاب بكم أيها الأوفياء لأصولكم وشعبكم. تجمع أبناء قبيلة بني حميدة وهو يستضيفكم اليوم لتكريم ثلة طيبة من شباب الوطن الذين نالوا بأعلى أصواتهم أن للوطن رجال وأن في الأردن أحرار ولا مكان للفاسدين فيه وإن طال الزمان. لن يتمكن غبار التاريخ من إخفاء ملامح جهدكم وجهادكم ونبل مسعاكم، وستذكركم الأجيال إن غبتم وجاءوا. ونعاهدكم أننا صامدون على هذا الطريق الطويل وإن كثرت العوائق فلا مجال للتراجع، والوطن يحتاج منا ومنكم الكثير. والحرية والكرامة وحقوق الناس لها ثمن كبير، لذا فنحن مطالبون بمواصلة الطريق وبالبذل والعطاء طمعا بإعطاء المعطي رب السماء. أهلا ومرحبا بكم بين أهلكم أهالي محافظة مادبا جميعا وفي مضاربكم مضارب بني حميدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كراما أنتم أيها الأحرار يا من تناديتم للحرية. أخبرنا أستاذي يوما عن شيء اسمه الحرية، فسألت الأستاذ بلطف أن يتكلم بالعربية ما هذا اللفظ وما تعني وأية شيء حرية. هل هي مصطلح يوناني عن بعض الحقب الزمنية أم أشياء نستوردها أو مصنوعات وطنية؟ فأجاب معلمنا حزنا وانساب الدمع بعفوية: قد أنساكم كل التاريخ وكل القيم العلوية. أسفي أن تخرج أجيال لا تفهم معنى الحرية، لا تملك سيفا أو قلما، لا تحمل فكرا وهوية. والآن مع كلمة رجال الأردن الذين ما هادنوا ولا غرتهم المناصب، صاحب القلم الشريف نائب القبيلة النائب علي السيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكريم، السادة المكرمين وهم أفاضلنا ومن وضعتهم تضحياتهم في المقدمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أيها الأخوة أن الذين لبوا نداء الأوطان ونداء الحق والحرية كانوا على مدى التاريخ في مواجهة مفتوحة مع الطغاة والمستبدين والفجار ومغتصبي حقوق الشعوب وحرياتها. وربما أن منهم من فقد حياته أو حريته أو تعرض لشكل من الظلم، وقد انشغلت المحاكم والسجون وأدوات القمع لإسكات صوت الشعوب، إلا أن الشعوب انتصرت وكانت الجولة الأخيرة لها، وقد حققت حرياتها في كثير من أقاليم العالم بفضل تضحيات أبنائها الذين صبروا وتمسكوا بمواقفهم، وحولتهم القضية العامة إلى أبطال شعبيين وإلى قادة وإلى منارات تهتدي بفكرها الأجيال. وهؤلاء هم حماة الحرية ومن يشعون في التاريخ كرجالات فكر وتغيير. وأبناؤنا المكرمون اليوم ينضمون إلى مسيرة النضال الوطني التي يندرج في إطارها الآلاف ممن دفعوا ثمن الحرية وقدموا واجب وطنهم، دافعهم في ذلك مصلحة شعبهم وأمتهم، ولوقف الاستبداد والظلم وإجراء الإصلاح الذي يعيد الحقوق لأصحابها ويوقف امتهان الأردنيين ومخططات إلحاقهم بدائرة الشقاء وتنصيب الفسدة ولاة لأمرهم ومقررين لمصيرهم. ولقد ارتفع صوت الشعب الأردني بأبنائه الذين أخذوا على عاتقهم الدفاع عن حريات عامة وعن حقوق الملايين، وجردوا الفاسدين والمستبدين من حالة الرعب التي كانوا يستجلبون بها صمت الشعب وخنوعه. وكان أبناؤنا بحراكهم جزءا أصيلا وربما في المقدمة من تحولات جذرية اجتاحت دول الأمة العربية بأكملها، وضربت الموجة الأولى منها في عديد من الدول، وأسقطت الأنظمة وتركت الرؤساء ما بين قتيل وسجين ومحرق وفار، وحولت بوصلة المنطقة برمتها نحو الشعوب. وانهار عالم من الأكاذيب والأساطير والخرافات عن قداسة الأنظمة والرؤساء، وتم إحالتهم إلى قعر التاريخ. وإن كان الربيع العربي لم يصل إلى نهايته بفعل النظام الدولي الذي دخل على خطه وأدى إلى تواضع حصيلته الواقعية، إلا أن عالما عربيا تغير وانهار مفهوم السلطة التقليدية، وأصبحت النظم تحت وطأة الشعوب. والعرب اليوم في حالة بحث عن شكل السلطة الشرعي المرغوب والذي يتعامل مع متطلبات المستقبل. وهنا في الأردن
استطاع النظام أن يستخدم عامل الوقت وأن ينجو مؤقتا من تداعيات الإقليم الخطرة. وربما يظن من في السلطة أن التغيير توقف، ولكنه لا يدرك أن جيلا أردنيا جديدا خرج للحياة العامة ولا يمكن له أن يقبل بالظلم، وأن الانهيار المعنوي للسلطة قد وقع وانهارت فلسفة الظلم والإبعاد والتدجيل على الشعب، وأننا أمام سقوط حاجز السلطة العربية. بتنا أحرارا وغادرنا عالم الخوف والمريع، وسقطت الأكاذيب السياسية الكبرى ومنها قداسة الأسر المالكة، ولم يعد الحكم سوى إرادة الشعوب وأصواتها الحرة، وأن الشعوب هي مصدر السلطات ومالكة العملية السياسية على وجه العموم، وأن الحكام خدام الشعوب يحكم أحدهم وفق آليات دستورية تتيح للجميع حق المشاركة السياسية، ولم تعد السلطة حكرا لعائلة أو أسرة أو رجل يدعي أنه فوق الناس. وهذه الحصيلة ستتبلور في قادم الزمن العربي، وتستعيد الشعوب حقوقها وحرياتها التاريخية، وعندها نقول أننا بدأنا أول خطوة على الطريق. أبارك لأبنائنا المكرمين حريتهم وانضمامهم إلى السجل الوطني وحصولهم على المكانة المتقدمة في قلوبنا وفقا لتضحياتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الحضور، واسمحوا لنا أيضا أن نقدم كلمة للرجال، رجال الأردن الأوفياء والذين ما توانوا ولا تأخروا عن المطالبة بالإصلاح فحيثما كنا كانوا. مع كلمة نائب رئيس التجمع الشعبي للإصلاح وعضو لجنة الدفاع عن المعتقلين الدكتور علي الضلعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية لا بد لي باسم التجمع الشعبي للإصلاح وباسم كافة الأحرار في هذا الوطن أن أقدم شكري لأبناء قبيلة بني حميدة على هذا التكريم الذي قاموا به لهؤلاء الثلة الأطهار الأشراف الأحرار من أبناء هذا الوطن. ثم لا بد لي أن أقدم لهم الشكر فردا فردا، لهم ولأسرهم ولعشائرهم ولمناطقهم، هؤلاء الأحرار الذين سببوا لنا هذا اللقاء وسببوا لنا هذا الجمع، وقدموا رسالة لكل شبان الأردن وشيبهم بأن هذا الوطن حتى يحرر من أولئك الطغاة ومن طغمة الفساد ومن السلطة التي تعودت واستمرأت الفساد في البلاد، لقد قدموا رسالة تضحية واضحة. نعم، إن الوطن حتى يتحرر يحتاج منا المزيد والمزيد. إنها تضحية رمزية على بساطتها. لقد حاولوا من خلالها أن يكسروا رأس الصنم. لم يسمح للأردنيين طوال 90 عاما أن ينطقوا كلمة واحدة ضد هذا النظام وضد مؤسسات هذه السلطة. سمح لنا على الدوام أن ننتقد رئيس حكومة أو أن ننتقد وزير زراعة أو أن نوجه كلمة على استحياء للمحافظ. كيف لا نستطيع أن نقول هذه الكلمة لهذا الحاكم الإداري بملء فاهنا، ولطالما كانت القوانين بيده ويعتقل الناس. لقد عودوا الأردنيين وعودوا شرفاء الأردنيين أن يلبسوا اللباس العربي وأن يقدموا بين يدي هؤلاء الحكام الإداريين. لا علاقة لي اليوم بالحديث عن هؤلاء، نحن نتحدث عن أصنام كبيرة
كنا نحن الأردنيين لا نستطيع أن ننتقدهم أو أن نوجه لهم كلمة واحدة. نحن نحيي هذه العزيمة ونحيي هذه التضحية. نعم، تضحية بسيطة ورمزية أكرر مرة ثانية، لكنها معناها كبير في هذا الوطن الذي حاول الكثير من الناس أن ينأى بنفسه، وما زال الشريحة الكبيرة من أبنائنا الأردنيين يحاول أن ينأى بنفسه عن مثل هذه التضحية البسيطة التي نحتاج لها اليوم وتحتاج لها الأجيال ويحتاج لها هذا الوطن الذي يرسخ تحت المؤامرات، وهذا الوطن الذي كلفت قيادته وكلفت السلطة فيه في البلاد ونظامه على أن يكون نظاما وظيفي لخدمة الكيان الصهيوني ولخدمة الأجندة الدولية ولخدمة تلك العائلات التي حكمت هذا الوطن على مدار هذه السنين. نعم، إنها زمرة من الفساد، إنها زمرة من العائلات ورثت المناصب. انظروا للمؤسسة التشريعية من يقودها اليوم، والمؤسسة التنفيذية ومؤسسة الديوان الملكي وكافة المؤسسات. إحصائية بسيطة قام بها أحد النشطاء ونشرها على المواقع الإلكترونية وعلى المواقع الإعلامية المختلفة، أفاد فيها هذا الباحث وأفاد فيها هذا الناشر أن هنالك 712 منصبا قياديا وسياسيا في البلاد. لا يوجد على الإطلاق رجل إصلاحي يشارك في هذه السلطة. هل نحن رعايا؟ هل نحن في حظيرة أبناء حتى يسمح لهؤلاء يقودوا الوطن؟ في قبل أسبوع أو أسبوعين كنت في لقاء مع أحد السفراء الدول الأجنبية لموضوع ما لا علاقة له بالإصلاح، لتسهيل أحد المعاملات. أحد الأخوة لديه مشكلة في تلك السفارة، فقال لي السفير بأنك أحد قوى المعارضة، فقلت نعم. قال لي قد شاهدتك عبر التلفاز أكثر من مرة، فقلت له نعم، أنا أحد أعضاء المعارضة في البلاد. فقدم نفسه وقال أنا معارض كذلك. I am too also. سفير يمثل بلاده وهو معارض لبلاده. لم أرى مثل هذه الحالة في وطن العربي المنكوب، في وطن العربي المظلوم. واليوم وعبر 90 عام لقد عزل هذا النظام أبناء هذا الوطن، عزل الكفاءات، عزلنا عن أن نشارك على الأقل في قيادة مؤسساتنا، حتى تلك المؤسسات. اليوم ولأجلهم مع كلمة الأحرار والأخ باسم رواد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بادئ ذي بدء لا يسعني إلا أن أشكر أصحاب هذه الدعوة، تجمع أبناء قبيلة بني حميدة الذين كان لهم السبق في بداية الحراك الأردني، وقبل 24 آذار كانت مأدبة وذيبان انطلق منها الحراك الأردني، وكان له السبق في أن بدأنا هذه العملية الإصلاحية في هذا الوطن. وإذا أردنا أن نتكلم عن هذا الوطن فيه رجالات، الوطن فيه شباب يضحون بأوقاتهم، يضحون بجهودهم، يضحون بدمائهم من أجل استعادة حرية شباب وشيوخ ونساء وأبناء هذا الوطن. نعم، يشرفنا نحن المعتقلون أننا جميعا من جميع مدن هذا الوطن، فمن الكرك ومن مأدبة ومن عمان ومن إربد ومن ذيبان. هذا التجمع هو من جميع مدن المملكة. هذه الاعتقالات التي تمت من جميع مدن المملكة، من جميع مدن هذا الوطن. ولذلك أيها الإخوة، نحن نواجه نظاما قمعي ما زالت العقلية الأمنية موجودة فيه، فطريقة الاعتقال إن نمت فإنما تنم عن هذه العقلية التي ما زالت تفكر بالسطو وبالضرب بيد من حديد كما سمعنا. طريقة الاعتقال كانت مع إخوانكم المعتقلين، وأنا أولهم عندما اعتقلوني على طريق إربد عمان في الساعة 2 ليلا ومعي زوجتي وأبنائي.
وتركوا زوجتي وأبنائي في السيارة في الشارع. هذه ليست حمية وطنية. هؤلاء الذين أمروا باعتقالنا لا يوجد عندهم أي حمية وطنية ولا حس وطني. وكذلك عندما اعتقل أخي ثابت وأخي طارق الذي هو الغائب الآن لعذر، اعتقلوا بطريقة همجية، اختطفوا اختطاف. وأيضا عندما اعتقل الجميع كان الاعتقال ينم عن عقلية رجعية. يقولون أنهم قدموا الإصلاح، يقولون أنهم على طريق الإصلاح، يتبجحون بالكلام عن الإصلاح. والله إنهم يعلمون حقيقة الإصلاح هو حقيقة زوالهم، فلن يسلموا ولن يقدموا الإصلاح. وكلنا رأينا في كل الدول كيف تعاملوا بالعقلية الأمنية، وسمعنا أنهم كانوا يقولون الطريقة السلمية أو الأمن الناعم. أي أمن ناعم ويقتل خير جميل في 24 آذار؟ أي أمن ناعم ويقتل قيس العمري في إربد؟ أي أمن ناعم وتقلع عين أخونا عدنان الهوائفشة؟ أين الأمن الناعم وتقلع عين أخونا الدكتور عماد صالح؟ والله أن الحراك كان أنعم منهم وتعامل معهم بكل نعومة. وكلنا رأينا كما حصل في جميع الدول، في ليبيا وفي تونس وفي سوريا لم يستخدم الأمن الناعم كما يقولون، فكانت النتيجة في زوالهم. وستزول كل الأنظمة القوية، سيكون زوالهم. وأشكر في نهاية كلمتي هذه كل إخواننا في مادبة وكل من دعانا للتكريم. والله أن هذا التكريم ونحن قدمنا القليل إنما يزعجهم، وهذا التكريم هو على طريق الإصلاح، وما خرجنا للشارع من أجل التكريم، فما ننتظر التكريم إلا من الله. ولكن لابد من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نشكر جميع من كرموا المعتقلين، ونحن لسنا المعتقلون لوحدنا، فإذا كنا على هذا الطريق فجميعكم معتقلون في هذا الوطن إن لم نعد حريتنا بهذا الوطن. والسلام عليكم. والآن مع الأوفياء لهذا الوطن صوت من أصوات بني حميدة، الأخ الشيخ سالم الفرحات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المحتفى بهم، وأيها الجمع الكريم المحتفي بهم، أهل محافظة مادبة، وبالأخص تجمع أبناء قبيلة بني حميدة، أهلا وسهلا بالضيوف الكرام. ولقد كلفت بكلمة لا علم لي بها من قبل، لكن الحديث في هذا الموضوع هو حديث النوم والاستيقاظ والسفر والإقامة والمرض والسلامة والحركة والسكون، فهو يرافق كل أردني صادق، وهو في سويداء قلب كل مصلح عامل جاد. أظنكم اليوم، وأتقدم بالشكر لأهلي وإخواني في تجمع بني حميدة على هذه اللفتة الكريمة، لكني أظن أن ظلالها الحقيقية هي ليست الاحتفاء بالإفراج بكفالة ومراجعة دائمة لمحكمة مرفوضة هي محكمة أمن الدولة لهذه المجموعة من الأحرار، ولكنها في الحقيقة هي إدانة لمن اعتقلهم. فما قام الأردنيون من أجل أن يفرحوا بالإفراج عن المظلومين المعتقلين المعتدى على حريتهم، إنما قاموا من أجل الإصلاح وإنقاذ هذا البلد
من براثن المغتصبين السارقين المستبدين ليل نهار، ولم يتوقفوا عن استبدادهم حتى هذه اللحظة، بل توهموا أن إنجازات البلطجة في مصر أو التآمر العالمي في سوريا أنها تنجيهم وتحسن صورتهم وتخرجهم من مأزقهم، وظنوا أن العدالة قد غابت عنهم وأنها لن تنالهم بعد اليوم. هم واهمون. اليوم أعتقد أننا في هذا المكان ندين الذين اعتقلوا هؤلاء الأحرار. ما المقارنة بين هؤلاء الشباب الذين سجنوا ما يقرب من 5 أشهر وسجنوا قبل ذلك، وبعضهم سجن مرارا لا لجريمة ولا لسرقة ولا لاعتداء على مال عام ولا اعتداء على مقدرات ولا على أعراض، إنما سجنوا مرارا لأنهم يرفعون راية الأردن. ما المقارنة بين هؤلاء الذين يكرمهم النظام بالاعتقال وإذا أفرج عنهم بعد شهور فبكفالة ولمحكمة لا يعتبر بها أحد؟ أي مقارنة بين هؤلاء وبين الذين يترنحون سكارى في عمان يتمتعون بأموال الأردنيين المسروقة ويسافرون بها هنا وهناك، يقضون ليلهم في مقارفة محرمات تنهش الأردن وتدميه وتقتله، وبين هؤلاء الذين لا يلوون على شيء إلا رفعة ونصرة لبلدهم لا مقارنة. أين تكون الإدانة؟ ولمن هذه السجون الإصلاحية؟ لهؤلاء الذين يعلمون الناس ويربون الأجيال ويغرسون فينا حب الوطن ويغرسون فينا النزاهة والكرامة واليد النظيفة التي لا تمتد ولا تتسول إلى مال حرام. السجون لهؤلاء أم هي لأولئك الذين سرقوا المقدرات والذين سرقوا الإرادات والذين زوروا إرادات الشعب الأردني ليفرزوا لهم في كل مجال من لا يمثلهم إلا ما ندى أو ندر بعد كل فلترتهم وبعد كل وسائلهم، حتى لم تعد تجد في مجالسنا التشريعية وفي مجلس الأعيان وفي المجالس المختلفة من ينتصر لهؤلاء، وإن أردت تمكنت من عدهم على أصابع اليد الواحدة. ليس هذا هو الشعب الأردني، وليس هؤلاء من يمثلون هذا الشعب الكريم، بل قد زورت إرادتهم بالتزوير المباشر أو غير المباشر، سواء بالممارسات أو بالقانون نفسه. ولذا يسطر هؤلاء الشباب اليوم صفحة تلو صفحة للإصرار التام على أن لا توقف عن مسيرة الإصلاح، لأنها كالفريضة الشرعية، هي فريضة وطنية وهي فريضة شرعية، لأن الإنسان الذي يعيش لنفسه يعيش هزيلا لا قيمة له، والذي يعيش لشعبه ويعيش لأمته هو الحي، وما سواه ميت أو هبه هو ليس من الأناسي شيء. فلذا يجدد هؤلاء الشباب مثل هذه الصفحات الكريمات في تاريخ الأردن، رسموها في 1920 واليوم تجدد خلال هذه الفترات لترتسم في 2013 وهي مستمرة كذلك. سيشهد التاريخ وسيسجل التاريخ أن خلف هؤلاء الشباب عشائر وعائلات وآباء وأمهات وأسر وفكر وتاريخ وثروة وتراث هو الذي أنشأ منهم هذه الرياحين العظيمة وهذه الأزاهر التي لم تنكسر. لا نقول أن الذي قدموه قليل، هو قليل نسبيا مع ما يجب أن نقدمه، لكن أن يحرم مسلم من صلاة الجماعة ل5 أشهر، ويحرم من صلاة الجمعة ل5 أشهر، ويحرم من رؤية هذه الحركات وهذه الفعاليات الشعبية، وأن تشوه صورتهم وأن يقتادوا بهذه الصورة المسيئة كأنما هم كبار المجرمين وهم خيار الإصلاحيين. تلك صورة مؤلمة سيحاسب الله عليها، وسيحاسب الوطنيون من اقترفها
أما الله تعالى فقد ادخر لهم خيرا، وأما من شاهدهم وعرفهم عن قرب وعرف فعالهم فلن تخرج هذه الصورة الوضيئة. من سينسى صورة عدنان الذي فقعت عينه وقرأت له كلمة في حينها، قلت والله هذا عدنان فيلسوف أديب عظيم. قال قالوا لي هؤلاء بعض الناس سيتسلقون على ظهوركم باسم الإصلاح. قال فقلت له وما لنا، نحن شجرة طيبة، فمن أراد أن يقطف منها شيئا ويتسلق ليأخذ ثمرة طيبة فلا بأس، ما داموا لم يكسروا غصنا من هذه الشجرة. والله أظن يا دكتور علي اللي يكتب مقالات كل يوم، ودكتور علي نفس الشيء، والإخوان الأدباء قد لا يوفق إلى مثل هذه العبارة، لكنه لم يوفق لها إلا لأنه بلد، ولأنه فقد شيئا مسجلا لن يغيب. أو هذا عماد صالح، هذا عماد الذي فقد عينه من قبل كذلك، وبهذا المستوى العالي من الأدب ومن الوعي الوطني. يجب على التلفزيون الأردني وعلى الإعلام الأردني أن يبرز هذه العبارات، وأن يفتخر بهؤلاء الشباب، لا أن يشوه صورتهم، وأن يسير وأن يقدر منهجهم، وأن لا تكون السجون هي مثواهم، إنما تكون المنابر التربوية والإعلامية التي تبني الأجيال هي التي تتاح لهم، مع أنها اليوم مغلقة إلا على الذين يقدمون الولاء ولا يقدمون خدمة الوطن، يقدمون الولاء والاستكانة، يقدمون الولاء للاستبداد، وليس الولاء للوطن، وليس الولاء لمواطن في هذه الأرض. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا شيخنا الفاضل. نعم قلتم عدنان، نعم